السلام عليكم. النهارده ان شاء الله معاكم مطبخ اسماعيل. هنعمل عيش باللحمه. انا يعني مثلا ايه، نص كيلو لحمه مفرومه على البقدونس، على الشبت، على الطماطم، على البصل. اللي بيحبوا بالطماطم ماشي، ما بيحبوش انا عامل اتنين للاسلام هم لوحديهم من غير طماطم. ورشش الدقيق. وانا سبت طبعا العجينه لما خمرت، وهبدا اشتغل فيها اهي قدامكم اهي. اعمل كده اهو، اخد بالنشابه كده اهو زي ما انتم شايفين. على فكره العجينه كل ما بتقعد شويه، كل ما بتغيب، كل ما بتخمر وتبقى احسن يعني. وما بتاخدش وقت كمان في التسويه في الفرن. تمام. نخلصه بس ايه التمن رغيف افردهم، ولما اجي احط اللحمه اوريها لكم تاني ان شاء الله وندخلها الفرن. وان كان على عجين، العجين كله عارف بيتعجن ازاي. هو كيلو دقيق عليه مثلا معلقه سكر ورشه ملح وحبه ومعلقتين خميره مثلا، او معلقه واحده كبيره خميره. بس يا جماعه احنا رجعنا تاني بعد ما فردنا العيش زي ما انتم شايفين اهو. تمام. حطيت اللحمه عليه، هبدا افرد اللحمه كده فيه اهي بايديا اهي. زي ما قلت كل مره، لو بتعمله في الفرن البوتاجاز بيطلع معاك عادي جدا، وهوريكم ازاي بيطلع دلوقتي. تمام. نعمله في الفرن اللي هي في الشارع بياخد مني 4 جنيه في الخبيز بتاعه. طبعا لو عمل 12 رغيف ولا حاجه يعني حوالي 48 50 جنيه. انا اولى بيهم. انا اجيب كيلو ونص دقيق واعملهم في البيت. ماشي زي ما انتم شايفين اهو. عشان ما اتاخرش عليكم هاخد رغيف اهو، اغطي بيه اهي بنفس الطريقه اهو اهو. تمام. بصوا تقفيله سهل جدا. امسك دي كده اهي زي ما انتم شايفين اهي اهي. تقفيله سهل جدا. تمام. هنقفلوهم وادخلهم الفرن واوريه لكم بعد ما يطلع من الفرن ان شاء الله. السلام عليكم. رجعنا تاني يا جماعه بعد ما سويناه في الفرن زي ما انتم شايفين اهو. تمام اهو اهو. تمام اهو. بصوا الوش، الظهر بتاعه. تمام. هنسموا الله كده، ناخد واحد كده نقطعوه. بسم الله. نقول بسم الله. وناخد دول كده اهو زي ما هم. بصوا بقى معانا، ادي اللحمه اهي، وادي السوا اهو. على فكره السوا دوت زي ما انا قلت في الفيديو ان انا ما بعملش في الفران اللي هي اللي في الشارع. بجيب الدقيق ومعايا المدام مشكوره يعني بتبدا هي تعجنه زي ما قالت لكم برضو في الفيديو. تمام. ونقطع واحد تاني برضو زي ما قالت لكم في الفيديو بالظبط. مثلا كيلو ونص دي احنا عاملينهم 12 رغيف ان شاء الله، على نص كيلو لحمه. على البصل طبعا حزمتين 3 خضره اهو زي ما انتم شايفين اهو. انا هاخد ده كده برضه، هاخد ده. تمام. خدوا هنا كده شايفين هي اهي. ده حامي اهو، انا عامله حامي اهو.
وهنتغدوا النهارده ان شاء الله، او خلاص احنا على العشاء اهو. هن يسحب الطبق ده. بدايتهم اهو. تمام كده. انا بحب اقطعه كده للاولاد طبعا عشان يعرفوا ياكلوه. هما بيحبوا مثلا طحينه معاه، اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه يعني، اللي او قدامه كاتشب. كاتشب يجيبه ماشي كده يعني. فطبعا حته ان انا بتكلم وبقول دلوقتي ان الدقيق وكده، فانا تكاليفه كلها لو حسبتوها ان شاء الله هتلاقوا ايه في المعقول يعني. ومش هخبي عليكم برضو يعني، عشان المساعده ليه ممكن يجيب مثلا ب 10 جنيه فول صويا مثلا، بضيفه على اللحمه مثلا مع كوسة التيب مع ال عاوز بالله مش رجيم البصل. البهارات والبصل. فبيطلع معانا بطريقه جميله جدا زي ما انتم شايفين اهو. اهو. تمام كده. وتفضلوا معانا ومستنيين بس منكم الدعم، لان عايزين الدعم، عايزينكم ان شاء الله تدعمونا على قد ما تقدروا يعني. واللي يعمل معانا مشاركه، وبيكم ان شاء الله القناه تكبر باذن الله.